بون مساء الخير للناس اللي تسمع فينا. اولا بالبدء التظاهرات سير شو لنوع من هي تظاهرة ثقافية ومسرحية، ولكن المكان والفضاء راح يخصص بوكو بلوس الطالب لي زيتيديون جامعي يونيفرسيتير باش تطوير هذا الفن اللي مسمى الومنشو، باسكو هنا في الجزائر ربما المفاهيم صحيحة بارفوا الناس تغلط في المصطلحات. يعني باش أنا فرصة ثاني مع أخي الكريم لهنا من هذا المنبر ممكن ندو هكذا صورة. أولا ما معنى كلمة المونولوج؟ المونولوج هو on peut trouver المونولوج في السينما ولا في المسرح. المونولوج هو نص حوار داخلي، يعني حوار ذاتي داخلي. on peut trouver المونولوج في السينما، يعني أكتور في فيلم يقدر يكون عنده نص من يتكلم عليه كمونولوج. ولكن في الومنشو هو نوع من العروض، هي مدرسة إنجليزية اللي تقدر تقول فن حديث، يعني مش قديم، لأنه لو شو هو الفرجة اللي ما كانش حاجز بين الشيء اللي يتعرض والجمهور، أي الجدار، يعني كسر الجدار أن الجمهور يولي طرف في العرض. والمونودرام يختلف، لأن المونودرام هو عرض مسرحي يعني بمكوناته، يعني بداية عقدة ونهاية، يعني بالبنية الدرامية اللي نوجدوها من مسرحية لعدة أشخاص. وهذه الفرصة تاع التظاهرة هذه يعني راح يكون يعني الحوار مفتوح، يعني باسكو البرنامج في حد ذاته في هذا التظاهرة راح يكون ثاني في محاضرات في هذاك. وهنا أنا نمشي بزاف في الإقامات الجامعية، كاين بوتونسيال في الشباب اكستراوردينار، يعني دي جون فريمون يعني شي جميل. وهي فرصة اللي راح تولي إن شاء الله أول طبعة، نبعد ما قسمتنا إن شاء الله تكون الطبعة الثانية والثالثة. هذا جوستومون هذه القدرة الإبداع يعني القوية اللي حاضرة في المستوى الإقامات الجامعية راح يكون لها فرصة باش الفضاء هذا يكون لها، راح فيه تقديم يعني جوائز. ولكن أنا جامي كرو الجائزة ليسونسيال الإنسان أنه يعشق الخشبة ويعشق الفن، باسكو افوار ان بري و نو با افوار ان بري مش كان مشكلة. أنا هو بالعكس، هو اسك نقدم عرض مليح ولا ما نقدمش عرض مليح. دونك يعني أنا المجال مفتوح لي زيتيديون راح يكون لهم موعد إن شاء الله من 3 ديسمبر إلى غاية 7 ديسمبر راح نكتشفوا يعني عالم، فوالا، ويجيكم الله إن شاء الله فرصة باش يكونوا حاضرين. فوالا.